هنعمل طريقة شيش طاووق الطاسة سهلة وما بتاخدش وقت وهتخلص في 5 دقايق، أنا باحاول أعمل لكم سلسلة كده أكل صيفي سهلة واقتصادية وما بتاخدش وقت ولا مجهود، يلا بينا نسمي بالله ونصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. أول حاجة معايا أنا هاجيب صدر من الفرخة مغسول كويس ومتنضف كويس جدًا، واخده أقطعه كده مكعبات زي ما أنتم شايفين، وأجيب معايا بقى البهارات بتاعتي عبارة عن توم باودر وبصل باودر وملح وفلفل أسمر وبابريكا، وحبة من بهارات الفراخ أو مرقة الدجاج، وحبة من الزيت، وعصرة ليمونتين، وأقلب بقى كل دوّة معايا في الفراخ، ممكن لو عايزة تخلّيها شوية تشرب من التتبيلة خلّيها، عايزة تشتغلي فيها على طول اشتغلي فيها على طول. نجيب بقى معانا الخضار اللي هنحطه معانا في العصيان بتاع الشيش طاووق، أي خضار عندِك أنتِ بتفضّليه، أنا استعملت الفلفل الأحمر والأصفر، لو عندِك بصل عايزة تستعمليه، طماطم، فلفل ألوان، فلفل أخضر بس، أي حاجة عايزة تحطيها حطيها. هنجيب معانا عصيان الشيش طاووق وأحط قطعة فراخ وقطعة خضار ولحد ما أخلّص الكمية بتاعتي كلّها، وهيطلع معايا أحلى عصيان شيش طاووق خطيرة وريحتها يا جماعة في حتة تانية خالص. هاجيب بقى معايا الطاسة ورشة زيت صغيرة خالص واسيبها لحد ما تسخن، وارصص بقى معايا عصيان الشيش طاووق، كل ما تاخد لون من جنب هاقلبه على الجنب التاني، وعقبال بقى ما تاخد اللون اللي أنا عايزاه أحضّر بقى كده معايا صوص كده خفيف بيودّي الطعم في حتة تانية خالص، حبة من الكاتشب على حبة من المايونيز، معلقة كبيرة من الكاتشب أو معلقة كبيرة من المايونيز أضربهم مع بعض كده، وآخد بقى الفرشة بتاعتي كده وأدهن بقى كده الشيش طاووق بتاعي، الريحة يا جماعة خطيرة، والعصيان بتاعتي خلصت أهيّة، يا خرابي على الجمال وعلى الحلاوة، أكلات اقتصادية وسهلة جدًا ومش هتاخد ولا وقت ولا مجهود، وخلصت معايا في 5 دقايق. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك وشير واشتراك في القناة عشان يوصل لكم كل جديد، وربنا يحسن ما بين أيديكم.